أداء المنتخب المصري في الماتش الأخير كان يدعو للقلق، وكلام كابتن حسام حسن بعد المباراة بيأكد الكلام دوت. خلينا نناقش النهارده أداء منتخب مصر في آخر مباراة، ونتكلم عن صفقات للنادي الأهلي، ونتكلم عن مشوار نادي الزمالك الفترة اللي جاية هيكون عامل إزاي. في حلقة مهمة جدا، تابعوني ويلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عشاق الساحرة المستديرة ومحبي برنامج استوديو الكابتن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة حلقة مهمة هنتكلم فيها عن حصريات وأخبار من داخل النادي الأهلي وداخل نادي الزمالك، وطبعا هنحلل أداء منتخب مصر في الماتش الأخير قدام أوزبكستان. بس خلوني قبل ما نبدأ الحلقة طبعا نقدم خالص التعازي لكابتن نادي الزمالك وكابتن منتخب مصر الكابتن محمد صبري، ربنا يرحمه. يعني الحقيقة الواحد اتصدم من الخبر لما شافه. نادي الزمالك أعلن إن كابتن محمد صبري توفاه الله، و يعني خبر كان صادم بالنسبة للكرة المصرية والناس اللي بتحب الكرة بشكل عموما بعيدا عن أهلاوي وزملكاوي. كابتن محمد يعني على المستوى الشخصي أنا كنت بحبه جدا، أحد اللعيبة المهمة داخل نادي الزمالك بصراحة، وكان واخد بطولات كبيرة مع نادي الزمالك وعمل مشوار بطولي مع نادي الزمالك والمنتخب. ندعي له بالرحمة والمغفرة. وتعالوا بينا نبدأ النهاردة ونتكلم أول حاجة عن منتخب مصر. الحقيقة الواحد شاف منتخب مصر الماتش الأول، يعني الشوط الأولاني كله الواحد بيتفرج على الماتش وهو مش عايز يكمل. يعني أنا مش عايز أكمل الماتش. طيب إيه الشيء اللي بيدعو إن أنت عايز تكمل الماتش؟ مفيش. يعني في أداء، في يعني حمية، في مثلا حاجة جديدة كابتن حسام بيجربها أو مفيش. طب يعني أنا أوزبكستان نزلت خلصت الماتش في أول شوط هدفين من لاعب واحد. يعني لاعب واحد كان بيلعب منتخب مصر كله، لأن الجون الأولاني ده بصراحة كان كارثة. يعني إن يبقى لاعب وسط سبعة ويعدي ويرقص ويجيب جون، يعني لو واحد حكى لك الموقف او وراك اللقطه بتاعت ان هو اللاعب من اوزبكستان واقف في وسط سبع لعيبه من منتخب مصر وقال لك ان اللاعب دوت هيجيب جون، انت مش هتصدقه. يعني هتقول له لا، ده ازاي؟ يعني انت قاعد بتتفرج بتشوف الكره هتتقطع ازاي، لان لاعب وسط سبع لعيبه فعلا من المنتخب. والهدف الثاني برضو كره بتتلعب بتعدي من ورا محمد هاني وبيرقص الجون وبيمشي في ال 18 كله طبعا من اوله لاخره وبيسجل. يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه بصراحه الاداء بتاع منتخب مصر امبارح. والكلام كابتن حسام حسن كان اغرب بعد المباراه. يعني كابتن حسام طلع قال ان في غيابات كانت موجوده يعني في المنتخب هي اللي اثرت عليه. يعني انا عايز اقول له برضو كابتن حسام انت بتدرب المنتخب مش بتدرب نادي. فمن المفترض اخر حاجه تتكلم عنها هي الغيابات، لان انت معلش مع احترامي للاسماء اللي هي بتتقال، سواء كان اتكلم على محمد عبد المنعم او اتكلم على تريزيجيه او مهند لاشين او ابراهيم عادل. في لعيبه في الدوري المصري كتير تقدر ان هي تعوض. مش يعني حتى مش هقول لك بنفس الامكانيات بتاعه اللعيبه اللي غايبه، ما فيهاش مشكله، بس ده منتخب يعني في كام نادي وكام موهبه موجوده والمفروض ان انت رايح برضو معاك لاعب تاني احتياطي ليه وده يلعب مكان ده، يعني ده المفروض. بس الطريقه اصلا اللي كابتن حسام لعب بيها هي غريبه. يعني لعب امبارح محمد هاني ومحمد حمدي، دي من الحاجات اللي هي خلتني انا مش عارف كابتن حسام بيلعب ازاي. محمد هاني ومحمد حمدي اتنين مدافعين بيلعب بيهم، مدافعين مش باكات يمين، مع رامي ربيعه في النص، يعني بيلعب ب 3-4-3. طب ليه؟ يعني معلش انت يعني كابتن حسام انت واخد محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد ليه؟ يعني المفروض يبقى في اتنين مساكين طبيعي ايا كان. انت يعني محمد عبد المنعم النهارده لو كان موجود كنت هتلعب بمحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد حمدي؟ اكيد لا، اكيد يعني كنت هتلعب محمد عبد المنعم جنب رامي ربيعه، فانت شلت محمد عبد المنعم خالص وما حطيتش حد تاني مكانه. حاجه برضو مش مفهومه برضو. هل كابتن حسام كان بيجرب ان هو يلعب ب 3-4-3
مثلًا يعني ما وفي لعيبة كانت بتلعب مش في مراكزها أصلًا. أسامة فيصل بيلعب جناح. طب ليه أسامة فيصل بيلعب جناح؟ أنت لو واخد الكابتن مثلًا مروان عثمان اللي هو أوتاكا بتاع سيراميكا، لعيب محترم ولعيب أداؤه كويس جدًا على فكرة. هو أصلًا جناح، ما بيلعبش جناح ليه؟ بيلعب في النُص. فيعني كان في شوية حاجات في الفنيات كان المفروض كابتن حسام يتسأل فيها. هو بعيدًا عن الأداء بتاع المنتخب، وكان في فنيات كان لازم يتسأل فيها. بس رجع بعد كده قال كلام برضه غريب، يعني بعد أمّا قال إن الأداء بتاع منتخب مصر بسبب عدم وجود لعيبة أساسية موجودة معاه مثلًا من فترة، إن هو فقد 90% من قوته. وبعدين رجع قال إن منتخب مصر ما بيقفش على لاعب. أنا ما فهمتش، هو ما بيقفش على لاعب والّا الغيابات مأثّرة عليه؟ فمن الواضح إن هو يعني كابتن حسام يعني اتصدم زينا من الأداء برضه، وما كانش عارف يعني يبرر الكلام دوّة إزاي. على العموم إحنا يعني كل اللي إحنا عايزينه إن الفترة اللي جاية بالنسبة للمنتخب، المنتخب داخل على أفريقيا وكأس عالم وموضوع كبير يعني. اللي إحنا عايزينه بس إن الفترة اللي جاية المنتخب يكون بيأدّي واللعيبة مركّزة وبنعمل شكل كويس وبننافس طبعًا على بطولة أفريقيا. ما يعني نعمل فيها أداء كويس. هو ده اللي إحنا عايزينه، إحنا مش عايزين حاجة تانية. إحنا يعني مش بننتقد كابتن حسام حسن لأي سبب من الأسباب، لأ، إحنا عايزين إن الأداء يتحسّن، عايزين المشاكل تتحل، عايزين مصر تظهر بشكل كويس. النهارده إحنا بنتفرّج على الكابتن حلمي طولان بيلاعب الجزائر، كسب أول ماتش. هو كان هيلاعب الجزائر ماتشين وديين، كسب أول ماتش 3-2. ماتش كان حلو وكان متأخّر في النتيجة وكسب. يعني شُفنا أداء شُفنا ماتش مثير مثلًا، غير الماتش بتاع منتخب مصر الأول خالص يعني. طيب خلّونا نتكلّم في حاجة تانية، صفقات الأهلي. أول صفقة بالنسبة للأهلي تمت بشكل رسمي هي صفقة محمود الجزار مدافع البنك الأهلي. محمود الجزار خلّص كل حاجة مع النادي الأهلي، و يعني تبقى بس التوقيع على العقود وخلاص. محمود الجزار بنسبة 100% موجود في النادي الأهلي. النادي الأهلي حاليًا بيدوّر على مدافع، بيدوّر على لاعب خط وسط، وبيدوّر على مهاجم، بيدوّر على باك شمال. ال4 مراكز دول هو اللي الأهلي بيستهدف إن هو يتعاقد معاهم في فترة الانتقالات الشتوية. ومن رأيي إن التفكير ده أو الاحتياجات دي كان المفروض الأهلي يفكّر فيها في بداية الموسم. لأن الأهلي في بداية الموسم كان متجه اتجاه تاني خالص. كان بيجيب صفقات، هي طبعًا صفقات سوبر كلّها، تريزيجيه، بن شرقي، زيزو. يعني اللعيبة دي ماشي، هي لعيبة كبيرة، بس الفريق في احتياجات في النادي الأهلي كان المفروض النادي الأهلي يركّز عليها أكتر. منّهم مدافع ومنّهم باك شمال، ومنّهم مهاجم طبعًا رأس حربة. طب ليه الأهلي النهارده بيدوّر على لاعب خط وسط؟ الأهلي النهارده بيدوّر على لاعب خط وسط تحسُّبًا لرحيل أليو ديانج المحتمل، وبنسبة كبيرة أليو ديانج هيكون برّه النادي الأهلي. النادي الأهلي قدّم لأليو ديانج عرض وصل لحد $1.5 مليون كل موسم لمدة 3 مواسم، هيزيدوا $100,000 في الموسم. أليو ديانج طلباته المالية أعلى من كده بكتير، والأرقام اللي جاية له والاتفاقات اللي هو اتفقها أعلى من كده بكتير. فيعني ده ملخص موضوع أليو ديانج بمناسبة إن الأهلي بيدوّر على لاعب خط وسط يعني، بسبب احتمال رحيل أليو ديانج. طيب نتكلم على حسام عبد المجيد. يعني حسام عبد المجيد آآ يعني مش عايز أقول بيلاعب الزمالك، أو مش عايز أقول هو بيتحجج بموضوع الاحتراف، ولكن في حاجة مهمة لازم اللاعب أو لاعيبة الزمالك عمومًا تبقى عارفاها. جمهور نادي الزمالك يعني خلاص ما بقاش باقي على أي لاعب. طالما اللاعب مش عايز يلعب أو اللاعب مش باقي على نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك مش باقي عليه. وركّز في الجملة الأخيرة دي، جمهور نادي الزمالك مش باقي عليه. أنا نِفْسي إدارة نادي الزمالك تبقى نفس القصة. يعني نِفْسي إدارة نادي الزمالك اللاعب اللي مش عاوز يلعب أو اللاعب اللي عاوز يمشي، هات عرض واتفضل والموضوع انتهى. مش تلعب غصبٍ عنك.
مش هاقعد ألعب معاك لعبة زيزو طب آجي لك من هنا أو آجي لك من هنا أو مش لأ، يعني أنت عايز تمشي، عايز تحترف، عايز تلعب في الأهلي، عايز تلعب في بيراميدز، في أي نادي أنت عايز تلعب فيه، اتفضل هات عرض محترم للنادي عشان النادي يستفيد منك، ومش عاوز تلعب اتفضل، يعني ده اللي لازم يحصل في إدارة يعني في إدارة الكورة في نادي الزمالك يعني بصراحة. طيب الزمالك، مجلس إدارة نادي الزمالك الحقيقة دلوقتي خلّى النادي يعني في اليومين دول الفترة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي دي، نادي الزمالك لا بينافس على بطولة أفريقيا ولا بينافس على السوبر ولا بينافس على الدوري ولا بينافس على الكاس ولا بينافس على أي حاجة. طب نادي الزمالك بينافس على إيه دلوقتي بسبب اللي بيحصل والإدارة والكلام ده كله؟ بيفكّرني المنافسة، منافسة السلحفاة، مين أبطأ؟ مين يجيب شلل للجمهور أو مين يجيب شلل للي بيتفرّج عليه. نادي الزمالك بيتحرك ببطء شديد جدًا في القضايا اللي موجودة ومشتت وبيفكر في مليون اتجاه، يعني آخرهم الأزمة بتاعة زيزو وهشام نصر، كان الزمالك أولى إن هو يركّز زي ما قُلنا في المشاكل اللي موجودة عنده. حاليًا في انقسام في مجلس الإدارة، طب نرجّع أيمن الرمادي، طب نسيب أحمد عبد الرؤوف، لأ نسيب أحمد عبد الرؤوف شهر مثلًا كمان، ال3 ماتشات اللي جايين، وبعدين نقيّم، طب نجيب مدرب أجنبي، طب شيكو بانزا هنمشّيه، يعني أنا شايف إن الكلام ده كلّه بيعطّلك، الكلام ده كلّه ما لوش أي لازمة في الفترة دلوقتي، أنت قُلت خلاص أحمد عبد الرؤوف هيكمّل لحد فترة التوقّف الدولي، خلاص ماشي سيبه يكمّل. طب إحنا عندنا بقى مشكلة أساسية وهي مشكلة القيد، هي دي مشكلة لازم تتحل، يعني هي دي المشكلة اللي لازم مجلس إدارة نادي الزمالك يتحرّك بسرعة، يعني بيتحرّك ببطء شديد جدًا ومشتّت وبيفكّر في مليون اتجاه، طب ليه؟ يعني إحنا نركّز على أهم حاجة عندنا دلوقتي هي إيقاف القيد، وبعد إيقاف القيد فكّر في الصفقات، وبعدين فكّر في المدرب الجديد، وبعدين فكّر تسوّق اللعيبة اللي عندك، يعني الزمالك فيه لعيبة عنده إحنا مش عارفين اللعيبة دي موقفها إيه، يعني مثلًا محمود جهاد، محمود جهاد ده بيعمل إيه في نادي الزمالك؟ يعني أنا نِفْسي واحد من مجلس إدارة نادي الزمالك يطلع يقول لي محمود جهاد موجود لحد دلوقتي في نادي الزمالك ليه؟ حاجة برضه غريبة. في لعيبة تانية زيه، يعني في لعيبة مماثلة موجودة مثلًا النادي مش مستفاد منها أو الفرقة يعني خلاص سوّقوا، بس الكلام ده كلّه بعد أمّا تحل مشكلة، خلّي في أولويات عندك إن أنت تحل القيد ومن بعد ذلك تعمل كل حاجة تانية، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكون الحلقة تكون عجبتكم، أنا كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم النهارده، وأشوفكم على خير.